صباح الخير أو مساء الخير على عيونكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد مختلف حلو. بالنسبة لي ممتع أصلا، وبالنسبة لي مختلف تماما عن أي روتين بقى والحاجات دي كلها. خلاص دخلنا في قسم الميك اب اللي هو تقريبا عايزة أبدأه من ساعة ما فتحت التشانل، بس مش عارفة اخد الخطوة دي. فطبعا جالي الجيفت دوت، فقلت لا، الحاجة انا جالي تقريبا من 3 أسابيع، ففي حاجات انا قربت اخلصها اصلا، فلا حبيت ان انا اعمل عنها ريفيوز طبعا قبل ما تخلص. وحبيت اشكرك يا سلمى. بجد انا مش عارفة اقولك ايه على الحاجات الجميلة اللي بعتها لي وعلى المفاجأة الحلوة اللي انتي عملتيها لي. بجد بشكرك قوي. فبلاش بقى اطول عليكم، الفيديو حلو دوت. تعالوا نبدأ كده ونشوف الريفيوز عن الحاجة هيبقى عامل ازاي، واقول لكم برضو عن الحاجة حلوة او لا والحاجات دي كلها. تعالوا نبدأ نشوف هنبدأ بايه. اول حاجة وهي باليت الهايلايتر والكونتور والبلاشر. بالنسبة لي دي احلى باليت واوفر باليت لاي عروسة ممكن تجيبها. بجد 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 من احلى الباليت اللي انا جربتها. ناعمة، البيجمنت بتاعها حلو قوي، وفي الوان كمان. البلاشر اللي فوق دي ممكن تستخدميها الوان شادو شيمر فوق عينك، فيها هايلايتر، فيها يعني فيها كل حاجة. فيها كمان الدرجة الأخيرة دي على الشمال تحت، ده كومباكت بالنسبة لي. باودر مثلا ممكن أثبت بيه الكونسيلر بتاعي، ده عشان درجتي. الدرجة اللي جنبها هكذا، والكونتور. بجد بالت حلوة قوي، هي تقريبا من بريتي وومن. بصوا، انا كمان عايزه اقول لكم على نقطه. مش كل الحاجات الدراك ستور يا جماعه وحشه، ومش كل الحاجات الهاي كوبي او الكوبي والحاجات دي تكون مش نظيفه او مش كويسه. انا عندي حاجات جربتها هاي اند، وحاجات اوريجينال، وحاجات كبيره، وحاجات براند. لما جربت الحاجات بتاعتها الهاي كوبي او الدراك ستور، بجد حبيتها اكتر، وحسيت ان هي احلى كمان وانضف. فمش كل حاجه بالمظاهر، ومش كل حاجه بالفلوس، ومش كل حاجه بالاغلى والحاجات دي كلها. تاني حاجة بقى والبالت القمر دي، هي برضو من بريتي وومن. هي تقريبا 19 كولرز او 19 كولر، 19 لون. انا بجد هوهمكم، اصلا هعمل لكم سواتش دلوقتي بس من الشمر بتاعها، هي جبارة. هي تقريبا دي البالت الوحيدة، الحاجة يعني في الجفت الوحيد اللي ما جربتهاش لحد النهاردة. بس لما عملت سواتش معاكم انا انبهرت. يعني قد ايه انبهرت، لدرجة ان انا بجد عايزة اخش اعمل لوك حالا واشوف هي عاملة ازاي. بصوا بيجمنت الالوان بتاعتها الشمر. الجولد بتاعها رهيب، الجولد بتاعها يعني رهيب. بصوا حتى على ايدي ومكان السواتش عامل ازاي، لسه زي ما هو. بجد 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 تحفة، وحياة ربنا بجد بشكرك يا سلمى على البالت دي، من احلى البالت اللي جاتلي. ومش عارفة اقولك ايه. يعني انا عندي بالت اوريجينال بتاعت انستازيا، وحياة ربنا الشمر بتاعها ما كده. يعني عشان بس اصدق، يعني تخليكم تصدقوا ان الحاجات الدراج ستور مش كلها وحشة. بصوا حتى معاكم انا بمسح بالمنديل، وحاطه فيه نقطتين ميه، من كتر ما البيجمنت تقيل مش راضيين يطلعوا اصلا. يعني اللون نفسه مش عايز يطلع من ايدي بسهوله. فده العروسه او للميك اب، او حد عايز يعمل ميك اب مثلا رايح فرح او مناسبه او عند خطوبه او كاتب كتابك، فبجد بنصحك بيها. بجد حلوة قوي، والوانها جميلة ورقيقة ترابية. فالبالت دي من احلى البالت بجد اللي جاتلي. شكرا تاني يا سلمى، هفضل اشكرك لاخر الفيديو. فانا مش عارفه اقولك ايه، حقيقي الحاجات بتاعتك حلوه وجميله شبهك، وبشكرك للمره المليون. تاني حاجه بقى هنا الليب لاينر. الليب لاينر بتاعها عظيم رائع. بعتتلي كذا نوع تقريبا من بريتي وومن ومن ام اند ان عشان بتلخبط فيها على طول. وايفر بيوتي برضو. وفي حاجة بقى عجبتني قوي اللي هو الفلومار. الفلومار ده رائع، ناعم قوي، واللون بتاعه مدي على بيتي خوخي جميل قوي، هو اللي انتوا شايفينه ده. لونه حلو، عجبني، وعجبني يعني عجبني لما عملت بيه سواتش وجربته. عجبني فعلا فعلا عجبني يعني مليون عجبني. فبنصح برضو بيه اي حد. وبالام اند ان برضو حلوة قوي، والايفر برضو بيوتي، كلهم جمال. بس انعم واحد فيهم هو فلومار، كان درجته 228 تقريبا. فبجد رائع.
هعمل لكم برضو دلوقتي سواتش منهم وهتشوفوا برضو السواتش بتاعهم عامل ازاي. Sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do, and I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. شفتوا البيجمنت بتاعها حلو قد ايه وناعم وجميل. وطبعا اللون البيتش الخوخي دوت من احلى الالوان اللي انا حبيتها، لانه بالنسبه لي لون جديد، وكنت متعوده طبعا على النود والبنيات والكشميرات والحاجات دي كلها، فبالنسبه لي هو لون مبهج شويه. تاني حاجه بقى هو الكونسيلر. بالنسبه لي كونسيلر مايت سينما تقيل شويه، فول كفرج، حرفيا هو تقيل، هو مش يومي خالص. انا قلت لها انا عايزه حاجه تكون خفيفه بيبي، بعتت لي طبعا اتقل حاجه بيبي، هو مش بيبي اصلا، هو مكتوب عليه كمان 24 hours، يعني ثابت 24 ساعه، ودي حرفيا حقيقه. محتاج بشره تكون اويل قوي، دهنيه، محتاج حد يكون مرتب ب15,000 جنيه قبل ما يستخدم الكونسيلر ده، لانه بجد بيحتاج كمية ترطيب عالية، لانه تقيل قوي 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 على البشرة. فاللي بشرته مجفة او مختلطة زيي بلاش حاجة تقيلة على البشرة، الا اذا يكون في مناسبة مثلا هتثبتي كويس، مرطبة كويس، حاطة برايمراتك وحاطة حاجاتك وحاطة كل الحاجة بتاعتك الكويسة النظيفة، وتستخدميه عادي ككونسيلر، او كمان ممكن تستخدميه كوريكت لو يعني في حاجات ديفوهات او حاجات زي كده. هو كان افتح من درجتي درجة طبعا، فدي برضو كانت مشكلة. فبرضو حلو، بستخدمه في البيت مش مشكلة، بحط منه نقطتين تحت عيني مثلا لو هعمل حاجات خفيفة، برطب برضو كويس، واحط شوية تنت والموضوع خلاص انتهى. فهو كويس جدا جدا للمناسبات، برضو لو خطوبتك او كاتب كتابك، برضو زي ما قلتلكوا الحاجة دي بتبقى حلوة قوي. وطبعا مايك سينما معروف، حتى الفاونديشن بتاعه كان تقيل، يعني انا لما جربته قبل كده برضو كان تقيل قوي على البشرة، فهو مش يومي خالص. تاني حاجة بقى الحاجة التحفة دي، هو هايلايتر وفي نفس الوقت كونتور كريمي. انا بحب الحاجات او الكريمي او الليكويد للبشرة، ما بحبش الحاجات الباودر او الحاجات الترابية، بحس ان هي بتبين اي ديفوهات او اي مسام في البشرة عامة، وخاصة لو بشرتك فيها حبوب او كده. فبالنسبة لي بحب الحاجات الكريمي، مش عارفة، بحس ان هي بتخلي الفيس كده بيبي فيس شوية، يعني بيبقى حلو. فالكونتور بتاعه رائع، بالذات كمان لو بتستخدميه للنوز بتاعتك فهو حلو قوي. غالبا انا ما بعملش كونتور اصلا غير في لوكات معينة او افراح، ما بعملش كونتور غير للنوز مثلا او الحاجات بسيطة اللي هي محتاجة كونتور. ولكن الهايلايتر بتاعه وايت قوي، يعني فاتح، بس حلو للكورنر مثلا بتاع العين، لو هتعملي حاجة مثلا حابة تبيني فيها اللوك، فبالنسبة لي هو كويس الى حد ما، وخاصة للبشرة الفاتحة.
وبتهيألي في منه درجات، يعني انا لما سألتها هي قالت لي في منه كمان درجات. فبجد حلو، وبشكرك يا سلمى برضو، لان هي فاجأتني يا جماعه بحاجات، انا في حاجات ما كنتش محتاجاها والله ولقيتها بعتها لي. يعني انا مبسوطه بيها، ومبسوطه بان هي فاكراني، ومبسوطه ان هي فاكره كمان علشان عيد ميلادي قرب وكده. والله بحبك قوي، ومبسوطه بجد من الحاجه دي. الحاجة القمر برضو، انا قلتلكوا انا بقيت بعشق اللون الخوخي بطريقة رهيبة، اللي هو الام اند ان اللون البيتش او الخوخي بلاشر. بجد وهمي رائع، انا قربت اخلصه في 3 اسابيع. بجد حلو حلو في زي حتة شمر بسيطة قوي كده، بتدي زي نضارة للبشرة. بصوا حتى البيجمنت بتاعه على ايدي عامل ازاي. فطبعا ده مش ببراش، عشان كده نزل في حتة واحدة بس، وخاصة انا ايدي كمان مكانها كونسيلر مش متثبت ببودر او حاجة، فنزل طبعا. بس هو في الدمج بتاعه بالبراش بتاعتك او الفرشة بتاعتك رائع. خاصة كمان لو حاطة تنت بيتشي او حاطة تنت بينك شوية، بيبقى شكله ولونه حلو. طبعا اللي انا كلتها ديت في 3 اسابيع اللي هو الفازلين حلو. انا بحب احطه عشان ريحته بيدي ريحة وترطيب كده، تحس ان هو ما بيتشربش بس بيفضل طول الوقت بقك او شفايفك يعني بتلمع وناعمة وحلوة. لكن ما بيتشربش بسهولة، ممكن يقعد يومين اصلا من غير ما يتشرب لو انتي ما شلتيهوش يعني. فقوي حلو وممتاز بصراحة. نيجي بقى للحاجات الجميلة اللي هي بتاعت كل يوم الصبح دي. انا قلت لها هي قالت لي انت محتاجه ايه، فقلت لها انا عندي الغسول خلصان وكده، وعندي المرطب خلصان. فبعتت لي الايفا وبعتت لي المرطب بتاعها. طبعا بدون اي حاجه، بدون اي مقدمات. اللي عارفني عملت سكين كير قبل كده عارف اني بستخدم نيتروجينا او جارنير اللي هو 3 in 1 اللي هو الاكتيف بيور دوت او بيور اكتيف. فبالنسبه لي ايفا تقيل شويه على البشره، فبستخدمه ريموفر بصراحة. هو على فكرة حلو قوي ريموفر، لو بتستخدميه ريموفر هيكون معاكي رائع. انما المرطب طبعا تحفة للايد، حلوة قوي للايد، لان ما بستخدمش مرطب برضو على بشرتي غير نيتروجينا او كلينيك او الحاجات دي، فهو تحفة للايد. نيجي بقى للقمر الصغنن اللي عامل لي جنان اليومين دول، هو من باث اند بودي وركس، البودي ميست ده. عايزه اقول لكم بجد تحفه. انا مش عارفه بصراحه هو اوريجينال ولا لا، بس بجد يعني حلو قوي. مش عارفه بصراحه ده من كوليكشن ايه في باث اند بودي، بس رائع. بيدي برونزر كده للايد او للجسم يعني رائع. خاصة كمان الناس بتبقى عاملة تان والحاجات دي بيبقى معاها وهم، فأنصح أي طبعا عروسة بيه. وخاصة طبعا ستات المتجوزة يعني، وستات البيوت وكده، والناس اللي عايزة تطلع مصايف أو هتطلع مصايف السنة الجاية وعلينا خير يعني، فهو حلو أوي. طبعا من غير ما أتكلم، من غير ما أقول، من غير ما أفتح بقي، بازون. عارفين يعني ايه بادي ميست الرمان؟ جماعة أنا بعشقه. انا ممكن يعني طول ما انا قاعده كده ارش ارش ارش. فهو بجد حلو قوي 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 قوي. وفي منه بالفانيلا تقريبا، وفي منه بالروزبيري، وفي منه مش عارفه فيه الستروبري ولا لا. بس هو تحفه 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 تحفه، لا غنى عنه للعرايس. شجري قوي، تحس ان انتوا بترشوا سكر. سيبكوا بقى من نكهة الرمان العظمة، بس بتحسوا ان انتوا قاعدين حابين تشموا كل شوية الريحة دي، او انتوا قاعدين تحسوا ان في استرخاء كده وريحة حلوة طول الوقت. بصوا بجد اقسم بالله بدون مبالغة، انا البودي ميست اللي قدامي ده دلوقتي هو مكتوب عليه اصلا بي برفيوم. هو رائع، هو من الامارات اصلا، مش من مصر. حتى هم كاتبين ان بلد المنشأ بتاعها الامارات العربية. بجد بجد تحسوا ان انتوا حاطين عسل نحل على سكر على فانيليا على كل الحاجات المسكرة اللي بتحبوها، وضربينهم كده بمعلقة ولا حاطينهم مع بعض وحاطينهم على جسمكم. تحسوا ان هو كمان فيه نسبة ترطيب عالية، مفهوش اي ريحة كحوليات. انا لما بشمه ما بكحش زي اي بودي ميست تاني.
بجد رائع بجد. من احلى بودي ميست اللي عندي بجد. ده بعد البازون بتاع الرمان طبعا والفانيليا والحاجات دي. طبعا السبراي بتاع شي اللي هو الاسفاني واللي هو ايز اكلوبر، الاتنين تحفة، بس طبعا ايز اكلوبر اكتر لانه شجري وانا بحب الحاجات الشجري. الاسفاني عايز مصيف، عايز صبح، عايز خروجة، لكن ايز اكلوبر ده عايز انت تبقي قاعدة مستقنيصة كده في البيت، لابسة لانجري او لابسة بيجامة بتحبيها بترتاحي فيها و... وقاعدة كده ولسه عاملة حمام كريم كمان وقاعدة بقى ومش شايل هم حاجة ومنضفة بيتك، وبصي راحة نفسية رهيبة بصراحة. نيجي بقى للأمازون، بجد هو رائع حرفيا، هو جامد. اي حاجة بالكوكونات او جوزة الهند انا بعشقها. وكمان في حاجة حلوة فيه قوي ان هو فيه برونزر كده بيطلع على البشرة او على الجسم، بصوا يا لهوي على الجمال. يعني بجد يا جماعة، العرايس تحضر هنا دلوقتي. بجد رائع بجد، بحبك يا سلمى وبشكرك. البودي سبلاش او البودي ميست ده بيجنن بجد، حلو قوي، حلو بطريقة غير طبيعية. وكمان ريحته، انتوا عارفين ريحة الريحة بتاعة الكوكونات ديت عاملة ازاي، اللي هو جوزة الهند، مش عارفة مش جاية على بالي، بس ريحته بجد حلوة قوي. مش عارفة هو مكتوب عليه من امازون، معرفش هو امازون دي اللي في بالي ولا هو امازون ده كاتبينه عنه كتعبير او لا، مش عارفة بصراحة. بس كده. مش عارفة اقولكوا ايه. هو فيديو مختلف شوية، ممكن على فكرة يبقى فيه اسامي وقعت مني او حاجات حروف ضاعت مني برضو، فانا بجد بشكرك. وبحبك قوي. البنات او اللي حابب يعرف الحاجة دي سعرها ايه ومنين وفين وكل الكلام ده، هسيب لكم اللينك بتاع البيج بتاعها عندي على الانستجرام، اللي عندي مش عندي على الانستجرام، هسيب لكم لينك الانستجرام تحت في الديسكريبشن بوكس، وتخشوا وتقولوا لها على الحاجات اللي انتوا حابين تعرفوها. اشوفكم في فيديو جديد على خير يا رب، مع السلامة.